قلت يا حاجي سيجاوب على عز الأحباب. قالها أبو سهيل الدهر كله تجارب، والحياة مدرسة واستاذ والناس طلاب، والفتى من نجح واحتل أعلى المراتب، والرجال تختلف والطبع لا شك غلب، والصداقة وفا والوقت مقلب وقالب، والذي حب نفسه فرقه له ونصحاب. في جميع النوايب واقتدي بالنبي أيوب يا أولي الألباب. في الزمان الردي قدر يعمل محانب، ويله الويل ذي يجزع طريق التحناب. كم نظرنا من الأجناس موجب وسالب، ناس مرتاح وينا وسيل متاعب ونصعب. قد مشينا مع سم الحنوش والعقارب، قال وشفنا الذي باع الصحاب بيع جلاب. مشينا مع سم الحنوش والعقارب، بل وشفنا الذي باع الصحاب بيع جلب. قد مسكنا بحبل الله من كل عايب، وانتجينا من قدر الأجانب والأقراب. كم وكم قد تحملنا الجفاء والمصاعب، والمشاكل على الواحد تجي فرض وقصاب. صبرنا على الشومات والصبر واجب، لكن البعض يحسب من صبر إنه اهتاب. لكن الجيد والله ما ارتهب أي راهب، عاد جرحه طاري من جسمه الجرح ما طاب. أحيا باطلي من كل عايب وخايب، بيسعى يقطع للصحاب كل الأعصاب. ليس خايب، لكن الله رد الكيد في نحر نصب. ذا جابي على روحانه الجيد صايب، الفتى الهيم مولى المعرفة ذي بلديك. ذا جابي على روحانه الجيد صايب، الفتى الهيم مولى المعرفة ذي بلديك. والصلاة والسلام من شرقها للمغارب، قصة المصطفى عد الرياحين والأضياف. أخي المستمع الكريم، وعليكم
من كلمات الشيخ طاهر بن أحمد بن ناجي سوال أبو محمد، وهي موجهة للأخ خالد بن علي الهيال، وهي تعبر ما فيها، وشكرا. يقول ابن سوالي طاهر مرحبا مرحب دبل، ما تنزل الأمطار إلى الوادي من همزانه ويسال. يا مرحبا الهيالي منذ طلعته حتى وصل، في حطك المهتش في الكبد العليل والطحال. وجيد خالد صاحبي مرحبا الخالد بدل، منه صديق العمر باطنها حقيقي لا خيال. يا مرحبا بالجيد ذيل الناس يضرب به مثل، الصاحب المقدامي والمعروف الايام النضال. واليوم بان بكر ما اقسم وكه والصن والبطل، بقد ظهر في وسط ميدان القياده والرجال. ما ظن اصف هزاكم كلا ولا اصحاب العلل، لساسكم ساس المروه. ما ظن عاصف هزاكم كلا ولا اصحاب العلل، لساسكم ساس المروح والمعارف والخصال. يقول طاهر ابن احمد والنبي مهما حصل، بعز نفسي دايما لو ما معي حتى ريال. القبيله هي راسي مالي والمروح في وسل، وخالد الهيالي يشهد لي ولا فيها جدال. وصنوك المغوار ابو عبد الله الجيد العسل، صياد رامي لا رمى يحكم بضربات النشال. علي بن عبد الله والمعروف مع اصحابه جمل، الجابر الشامخ ولا يخضع لاصحاب الحيال. الصدق والمعروف قادها عادته منذ ازل، قلبه مع الاصحاب صافي والوفاء عنده زلال. وبنقول للاخ سانوي عبد الرحمن لا خلل، في المخوه والوفاء ما بين الاخوه راسي